السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندك بامية زيادة عاوزة تخزنيها؟ تعالى أقولك على 3 نقط هتعمليها عشان تخلي البامية معاكي خضرة وصحية وطازة طول السنة إن شاء الله، وده عن طريق إن احنا نمنع الأكسدة. إزاي؟ هقولك دلوقتي، بس قبل ما نبدأ لو لسه جديدة تعالي ننزل نعمل اشتراك في القناة ولايك للفيديو ونفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد إن شاء الله. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنغسل البامية كويس وهننشفها كويس قوي، ودي أول نقطة، إنها لازم تكون ناشفة كويس قوي قبل ما نبدأ ننضفها ونقمعها. وهنعمل عادي خالص، هنشيل الجزء اللي فوق والجزء اللي تحت، ولو هي بالحجم الوسط ده مش هنعمل فيها أي فتحات في الجنب، لكن لو هي طويلة أو كبيرة شوية بنعمل لها فتحة من النص. بعد كده نخلي بالنا برضو ان احنا بعد ما بنقمعها بنحطها على صينية عشان تفضل برضو ناشفة طول ما احنا بنشتغل، ما تبقاش على بعضها عشان ما تعرقش على بعضها ويبقى فيها مية. ودي نقطة مهمة جدا. تاني نقطة ان احنا هنعصر عليها ليمون. نعصر عليها ليمون ليه؟ عشان ده غني بالمواد المضادة للأكسدة، يعني هيغلف البامية كويس قوي ويعمل كطبقة عازلة تمنع تفاعلها مع الأكسجين اللي موجود في الجو، وده بدوره هيخليها ما تسودش، وكمان هتحتفظ بقيمتها الغذائية كاملة وكل الفيتامينات فيها طول السنة إن شاء الله، ويفضل لونها الأخضر الزاهي الحلو اللي احنا بندور عليه. ودي نقطة مهمة جدا تخلي بالك منها. برضو على طول بعد ما خلصناها هنشيلها بقى في كيس تلاجة، ونتأكد برضو ان هو يكون ناشف تماما وما فيهوش هوا، ونخرج الهوا اللي فيه كويس قوي عشان برضو نمنع الأكسدة. هنقفله بقى كويس قوي ويلا على الفريزر على طول وتاكليها في الهنا ان شاء الله. لايك بقى للبامية ولايك للفيديو واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله، والف هنا على قلبكم.